السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة خلاص المدارس على وصول اهي، كل سنة وأولادنا بخير. هعمل معاكم النهاردة اللانشون لحمة، بس من غير لحمة ومن غير جيلاتين، وهوفر معاكم كمان في البيض. فيعني تابعيني للآخر. شايفة ازاي جميل ولونه، يعني حسب ما انت تحبي تزودي بقى او تنقصي في اللون براحتك. معايا هنا 6 قطع من الجبنة النستون. الجبنة النستون دي اسمها بالهنا، ب10 جنيه العلبة، وفي أماكن بتبيعها ب12. معايا هنا البهارات، وركزي معايا في البهارات، أنا سايباها برضو في صندوق الوصف. عبارة عن معلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة فلفل اسود، وتوم باودر، وبصل باودر، وكزبرة، وبهارات لحمة، ورشة قرفة، وشوية المكون الأساسي في اللانشون اللي بيديني الطعم بتاع بره، حبهان مطحون وكبابة صيني، اوعي تستغني عنهم أبدا. نص كوباية زيت، كوباية دقيق، نص كوباية نشا، يعني نص الدقيق نشا يا جماعة، أو معلقتين كده كبار يعني. و4 بيضات. هتقولي لي انت المفروض تستخدمي 6 بيضات على انهم 6 قطع جبنه. اقول لك لا، البيض ما شاء الله انا منقياه اللي هو البيض الكبير الابيض الكبير، يعني مش محتاج. ولو احتاجنا حاجه هقول لك هنزود ايه. في الخلاط بقى، وانزلي بالخليط ده كله، وما تتخضيش وتقولي ايه كل الحاجات دي المكونات دي. لا حبيبتي، انا عشان بصور فمستخدمة يعني عشان اوضح لكم الدنيا، لكن انا والله لما بعمله انا ليا سنين ماشية بالطريقة دي، ما بغيرهاش ابدا. لما بعمله باخد كده مباشرة على الخلاط على طول. نزلت بكل حاجة معايا، بس الزيت، نص كوباية الزيت أنا ضفتها على مرتين. هضيف ربع هنا وهقولك ربع التاني هنضيفه امتى. ضيفي بقى الدقيق، وضيفي النشا يعني، واضربيهم ضربة واحدة كده بالخلاط بحيث يعني يتجانسوا مع بعضيهم. خلاص ضربتهم اهو. النص بقى يعني كمالة الزيت المفروض تنزلي بيه سرسوب، بس انا استعجلت في الخطوة دي ونزلت بيه كده مرة واحدة. ليه؟ علشان التركة دي بتخليلي القوام كريمي وناعم ومش مخرز، والخطوة دي ما بتخلوش يفرول منك ابدا. وحطيت هنا ربع معلقة توم مفروم، وربع معلقة ملح. اوعى تكتري الملح لان الملح بيزيد بعد التسوية. واحنا طبعا حاطين 2 مكعب مرق لحمة، فعلشان كده مش عايزين نكتر الملح. تضيفيهم في الاخر. معايا هنا لون غذائي احمر جل، حطيت منه نقطتين. وادي من فتحة الخلاط انا بوريكم. يعني هحط نقطة اهو، ضفت اللون، وسيبيه بقى هيبتدي بقى اللون بتاعه يعني يظهر ما شاء الله. ما تكتريش عشان خاطر ايه ما يحمرش منك قوي. تعالي بقى لمرحلة التسوية. انا جبت هنا علبة السمن، اللي هو السمن الكيلو ده يا جماعة، وكيلو الا ربع تقريبا. دي موجودة في كل بيت اعتقد، ولو مش موجودة وانا والله اول مرة استخدمها، انا كنت بصراحة بستخدم كوبايات الاستانلس، كوبايات ازاز، المجات الصيني بتاع النسكافيه، اعملي فيها ولا اي حاجة هتدهني بس. طبعا هنا انا ضد استخدام يعني اي اكياس. في ناس بتعمل في الاكياس بتاع المكرونه، في ناس مش عارفه بتعمل في اكياس ايه. لا يا جماعه، ده كله ضار بالصحه، بيفرز ماده مسرطنه اثناء تسويته في الميه المغليه. وادي القوام بتاعي خلاص اهو، وانا دهنت قالب السمنه، وهنزل فيه بالخليط. الخليط بيكون اخف من الكيكه بحاجه بسيطه زي ما انت شايفه كده اهو. وهنزل بيه بقى في القالب بتاعي. وزي ما قلت لك ما توقفيش اي حاجه عندك، اعملي بيها اي حاجه. يا رب يكون هتعملي في حله صغيره كده مش مشكله، اصل يعني احنا اللي هناكله. يعني انا بحاول عشان انا تقديمه كده اعمل معاكم حاجه مقربه. في ناس عملته وحطته، حطت كيس جوه البتاعه دي، وعم تبقى انا استفدت ايه كده؟ ما هي نفس الضرر. هتضيفي بقى فلفل اسود، عايزه تضيفي زيتون، ويا سلام بقى لو تضيفي طبقه زيتون وطبقه من عجينه اللانشون وطبقه تاني من الزيتون، بس انا كنت نسيت الحركه دي يعني. فعادي خالص مش هيهمنا، نزلناه. تخبطيه خبطتين كده عشان يتسوى زي الكيكه، واي فراغات تخرج منه هنحطه على ميه بتغلي لمده ساعه او ساعه الا 10 دقايق يعني، وغطيه يغلي غلوة، وسيبيه بقى
يعني المية تغلي غلوة وبعد كده توطي على أهدى حاجة، علشان أنا عايزاه يطلع لانشون يعني ماسك نفسه كده، ما هوش مسلوق. أنا في الحقيقة خلاص بعد ما طلع وسبته هدي في البتاعة دي. ويا جماعة في لو تلاحظوا شكله كده من الإجناب، لأنه طبعا أنا مش حاطة حاجة في صفيحة السمنة دي، فشيء طبيعي إنه برضو ممكن يلزق حاجة بسيطة منه في الأجناب. أنا ببقى يعني أمينة وحريصة إن أنا أقول لكم على كل حاجة بتحصل معايا، علشان دي أمانة. واديني اهو قطعته. للأمانة بقى أنا يعني عايزة أن نتعشى منه، يعني أولادي بيحبوه جدا وأنا في الحقيقة. فحطيته بالظبط بعد ما برد شوية كده، حطيته بتاع قيمة ساعة في الفريزر وطلعته بقى يتقطع. بصي بقى، انا عندي البتاع بتاع الشيبسي دي، لو عايزه تقطعيه زي بره بالظبط هاتي قطعه الشيبسي لو عندك وقطعي بيها. بس انا زي ما قلت لكم انا اول مره اعمل في بتاعه السمنه دي، فهي كبيره شويه على الحجم بتاعه الشيبسي، فطبعا ما كانتش بتقطع لي الدايره لانها طبعا اكبر. بس انتي شايفين بقى ما شاء الله. انما لما كنت بعمله في الكوبايات بصراحة بتبقى صغيرة وعلى قديها. وحطيه بقى، عايزة تعمليه بقى قطعيه وحطيه في اطباق كده بتاع تلاجة وخطيه بكيس وشيليه في التلاجة. اي الصبح كده وانتي بتصلي الفجر ولا حاجة تروحي مطلعاه ويفك بألف